نفذت وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية والجوية ووحدات الإسناد التقني بالجيش الجزائري الليلة الماضية مناورات تكتيكية ضخمة بالذخيرة الحية. وأشرف على المناورات رئيس الأركان الفريق أول سعيد شنقريحة. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان اليوم أن المناورات نفذت ليلا في ظروف قريبة للغاية من الواقع ووفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المحددة. ونوهت إلى أن هذه الأهداف تتمثل أساسا في تدريب القادة والأركانات على التحضير للأعمال القتالية الليلية وترسيخ خبراتهم في مجال إدارة الأعمال المخطط لها بغية تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة في مختلف مراحل المعركة. وأشاد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة بما وصفه بالنتائج المعتبرة التي تحقق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب لا سيما المخدرات من الجارة الغربية المغرب. وقال شنقريحة في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي الجزائر إن السمة الغالبة لأعمال الجيش الجزائري في السنوات القليلة الماضية هي سمة الجدية والفعالية. وأبرز الفريق أول شنقريحة تقديره الشديد لأداء كوادر ومستخدمي القوات المسلحة الجزائرية نظير ما يحققونه من نتائج باهرة ومعتبرة سواء في مجال استيعاب وإتقان وتطبيق برامج التحضير القتالي أو في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب. وقال فريق أول سعيد شنقريحة إن النتائج المعتبرة التي حققها رجالنا البواسل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب لا سيما المخدرات والتي تأتي من الجارة الغربية هي نتائج بالغة الأهمية ستسمح دون شك بتطهير أرض الجزائر من هذه الظواهر السلبية وتمكن بذلك بلادنا من التفرغ كاملا لخوض غمار تطور المنشود على كافة الأصعدة وفي كل المجالات. وفي الأخير ما تنسوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.